صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مي من قناه ميوش ايه. انا اول حاجه ببداها في يومي واول حاجه بعملها ان انا اصور فيديو. حتى جايلكم كوبايه الشاي بلبن بتاعتي، لازم الصبح شاي بلبن. بصوا بقى، النهارده الفيديو هيكون عن منتجات رو افريكا. انا كنت عايزه اجيب في الاول خالص منتجات كده تكون طبيعيه ومصريه، فظهر لي اعلان الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك. فبعد كده بقت تظهر لي فيديوهات كتيرة قوي على تيك توك لبنات بيتكلموا عن المنتجات، وبالذات الزيت. يعني الزيت ده كانوا بيشكروا فيه جدا، يشجعوكي قوي ويحمسوكي ان انت تطلبيه دلوقتي وتجيبيه دلوقتي. فانا فعلا هو ده اللي انا عملته، ان انا جبته فعلا. يعني كان لقيت اوفر كده حلو على نون، كان الزيت والشامبو والبلسم اللي هم الصغيرين، اللي هم دول، اللي هو ده وده، الاتنين دول. كان سعرهم كويس ورحت جايبهم. قلت اجربها، لو طلعت حلوه والشامبو حلو بينضف والبلسم او الكونديشنر ده بيرطب، هجيب بقى ايه الليف ان، الكريم وحمام الزيت بتاعهم. تمام، اللي هو ده حمام الزيت، وده الكريم بتاع الشعر بتاعهم. اول حاجه لما استخدمت الزيت كانوا هما كاتبين تعليمات كده ان انتي تستخدميه مرتين في الاسبوع، من ساعه لساعتين. انا عملته وفعلا اول ما بدأ يجيب نتيجة. يعني هو اصلا فايدته ان هو بيطول الشعر، ولو عندك بيبي هير يطولهولك، ولو في فراغات يملاهالك. تمام، انا كنت جايباه اصلا علشان البيبي هير ده، عشان كان عندي بيبي هير كتير كده قدام، فكنت متضايقه منه. فكنت قلت يعني بما ان بقى في بنات كتيره بتجرب على تيك توك يعني وبيشكروا فيه، فاكيد بيبقى اكيد ليه مفعول يعني. ففعلا طلع تحفه، طلع تحفه جدا جدا. يعني ده مش هبطله، ده انا مكمل معايا، حتى لما يخلص هجيبه لوحده، مش لازم اجيب المجموعه. بس يعني هي المجموعه كلها كده بتنظف وترطب وتطول وتقل كده. يعني هي كده مع بعض، يعني ما ينفعش تاخدي مثلا ايه الانهيار ده اللي حصل ده. نرجع كما كنا. هو تقريبا الحماس بتاعي وقعها، مش عارفه ليه يعني، كتر الحماس اهتزوا كده. فكنت بقول لكم هي المجموعه حلوه كده مع بعض. يعني الزيت ده بتحطيه في فروة راسك. تمام، تحطيه كله، تحطيه في كل حتة في فروة راسك، وتعملي مساج بصوابعك بقى. بأيديها بس تعملي يعني لو هتعملي بصوابعك اعملي بالراحة، عشان ما تعمليش الجذور، ما توقعيش الشعر من الجذور. تمام، تحطيه من ساعة لساعتين، مرتين في الأسبوع، يكون كويس. بعد كده بقى انا بحط ده اللي هو حمام الزيت ده على بقى باقي الشعر. تمام، هو اصلا بصوا انا هفتح لكم جوه، استنوا هوريهولكم. هو شكله كده من اعظم اعمال النحت. بصوا هو زيت، هو في الحر اللي احنا فيه ده بقى زيت، بس اول ما جبته كان في الشتاء، كان صعب جدا ان انتي تطلعيه. كنت بحفر فيه فعلا بسباتيولا كده عشان بس اطلع حته منه، بس دلوقتي بقى لا طري، وعشان في الحر يعني بقى كويس يعني. المكونات بقى الموجوده في كل منتج، اول حاجه الشامبو، فيه ماء مقطر وخلاصة الصبار وزيت الأرجان وزيت الجوجوبا وفيتامين ه وبنسينول وإيثينول وعطر. بس لا مفهوش عطر قوي يعني، ريحته ريحة زيوت، مفيش ريحة مثلا حاجة عطر جامد يعني. الكونديشنر بقى ماء مقطر، ماء بلسم، زبدة شيا وزيت زيتون وزيت أرجان وزيت جوجوبا وبنسينول وجليسرين، فيتامين ه وإيثانول وعطر. أهم حاجة بقى الزيت ده. الزيت ده مكتوب مزيج من الزيوت الطبيعية مثل زيت بذور الكتان وزيت إكليل الجبل وزيت لوز حلو. إكليل الجبل ده هو تقريبا المكون الأساسي، هو اللي بيطول الشعر. يعني ممكن مثلا تعملي ماسكات إكليل الجبل بس ده لا، يعني ده حلو قوي، يعني ده فيه زيوت برضو. ده اللي لقيت فيه نتيجة من شهرين. يعني أول نتيجة، أول حاجة لاحظتها يعني إن هو وقف التساقط، ما بلاقيش في المشط شعر كتير. تاني حاجة حسيت ان قوي شوية. في الأول كان ضعيف، ممكن من أقل حاجة من اجي أسرحه حتى شوية كده وأسرحه تاني يقوم حس ان هو لأ بيتكسر أو ضعيف يعني، أو مقصف. فلا لقيته ان هو فرق. وتالت حاجة بقى هو ان هو طول في مدة قليلة، بس اهم حاجة ان انتي تنتظمي.
مكونات بقى، هو حمام الزيت ده هو الهير ماسك، زبدة شيا وزيت جوز الهند، نخاع طبيعي، زيت سمسم، حبة البركة، مزيج من الزيوت الطبيعية المناسبة للشعر العالي المسامية. المكونات الطبيعية تختلف من اللون والقوام. الكونديشنر بقى، الكونديشنر فيه برضو كل حاجة، ماء مقطر وجليسرين وزبدة شيا وجوز هند، وده بقى فيه افوكاتو ومادة حافظة برو فيتامين B5. تقريبا دي المكونات الموجودة في المنتجات. بصوا انا اشجعكم جدا في المنتجات دي. انا كان شعري جاف، لا اتعالج، حسيت بفرق. لحد دلوقتي انا مكمله عليه، يعني انا ده جايباه اصلا. لقيت ليهم كمان، نسيت اقول لكم، افتكرت دلوقتي، لقيت ليهم بارتيشن كده في سان ستيفانو، مش عارفه ليه هما مش بيعلنوا عنه، لقيته صدفه كده. كان ده بقى قرب يخلص، الشامبو والكونديشنر الصغيرين دول قربوا يخلصوا، رحت جايبه ده الكبير. كمان هما ليهم بارتيشن في سان ستيفانو، انا شفته صدفه كده. فجبت منه بقى الحجم الكبير من الشامبو والبلسم، لان كان دول خلاص كانوا قربوا يخلصوا الحجم الصغير ده، رحت جايبه منهم بقى الحجم الكبير. اسعارهم حلوه، يعني اسعارهم ممكن تفرق شويه عن الاونلاين. انت ممكن تتابعي بقى، لو عايزه مثلا تشوفي احسن سعر تتابعي الصيدليات والبارتيشن ونول. كنت عايزه اقول لكم كمان ان انا غيرت من الادوات، يعني غيرت مثلا التوكه بتاعتي. لا التوكه الاولانيه انا نسيت اجيب التوك، يعني هي مش عارفه اجيبها دلوقتي، بس ممكن احط لكم صورها، هصورها من عندي واوريكم صورها. كنت جايبه او كنت بستخدم التوك اللي هي العاديه، اللي هي الاستيك دي، زي القماش كده. دي كانت بتقطع الشعر جدا جدا، يعني فظيعه. انا كنت بلاقي شعري كده ملفوف عليها. وكمان المشط الخشب اللي قاعد يقولوا مش بيأثر في الشعر وكويس وطبيعي وبيسرح بسرعة ومش بيقطع الشعر. لا، انا جربت كتير جدا من مشط الخشب، اشكال وانواع وماركات. لا كان كل مرة اسرح فيها بيقطع شعري، بس هما كانوا طالعين بيستمعوا وقالوا ان هو حاجة طبيعية بقى وحاجات كده. بس لا، يعني هحط لكم المشط بتاعي دلوقتي اللي هو العادي، الفرشه العاديه او العاديه، لا دي تفرق، دي ما فيهاش، مش بتسلك بسرعه، مش بتقطع الشعر كمان. وهحط لكم كمان التوكه حاليا بقى اللي هي السيليكون دي، اللي هي عامله زي سوسته، اللي انا بستخدمها دي. تلفي شعرك حتى لو لفيتيه كذا مره، لما تيجي تفكيها مش بتقطع الشعر، لا بتطلع لوحدها كده من غير حتى ما تطلع شعرايه معاها. يعني لا، منتجات اشجعك جدا عليها. انا بصراحه انا لحد دلوقتي مكمله معاها، يعني انا مش لاقيه منتجات حد بيتكلم عليها حلو زي المنتجات دي. وتجربتي انا الشخصيه بقى ان هي المنتجات دي تستاهل. يا رب بس ما كنتش اتاخرت عليكم في الريفيوهات، لان من ساعه ما نزلت الستوري ونزلت هنا برضو شورتس على على مش تيك توك، اليوتيوب، والناس سالوني عن تجربتي، وانا كنت لسه اصلا ما جربتش حاجه. انا اول ما اشتريتهم صورته لكم، صورتهم ورحت منزله على طول يعني. فمن ساعتها بقى وانا بجرب، يعني عدى اهو كتير قوي يعني، ولاقيه نتيجه تحفه. فقلت بقى ايه، اطلع لكم على تجربتي معاهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه واتبسطتوا بيه، واكون كده كفيت ووفيت وقلت لكم كده كل حاجه عن المنتجات. يا رب ما اكون ناسي حاجه بجد. بعد ما اخلص الفيديو واشوف المونتاج اقول يا ريتني كنت قلت كذا، او ايه مثلا كاتبه لكم في اول كومنت، ولا كاتبه لكم على الشاشه ولا حاجه. بس ان شاء الله لا اكون قلت كل حاجه يعني. البنات بقى اللي كانوا سألني عن تجربتي في المنتجات دي، فانا اشجعك ان انت تجيبيها جدا، هتفيدك. لا يعني ممكن هتصلح شويه من الحاله بتاعه الشعر، لو هي مثلا متقصفه، جاف، مش بيطول، في فراغات. فلا المنتجات دي فعالة جدا، يعني انا مكملة معاها وهجيبها حتى بعد ما تخلص. حتى برضو الزيت بعد ما يخلص، يعني الزيت ده بقاله 4 شهور معايا او اكتر كمان، مستخدمة بس ربعه. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا من الفيديو وعجبكم، وانتوا كمان تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. باي باي يا بنات، مع السلامة.